اهلا ومرحبا بيكم في برنامج الديزل. احنا بس نبدأ الاول فيديو بمباركة للشعب المغربي اللي صعدهم في المركز الثاني، ومبروك لجنوب افريقيا صعدوا في المركز الثاني، وهارد لك للشعب القطري لخروجه من البطولة. توقعاتنا كده كده كانت ماشية كويسة في مجموعتين، ومجموعة باظت خالص. مجموعة المكسيك باظت مني، لان انا كنت قايل جنوب افريقيا، جنوب كوريا، مكسيك، وبعد كده جنوب افريقيا. إيه اللي حصل؟ انا بقيت مكسيك، جنوب افريقيا، كوريا. المجموعة التانية كنا متوقعينها صح: البرازيل، المغرب، اسكتلندا، هايتي. والمجموعة التالتة كنا قايلين سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك. مبروك عامة للشعب المغربي. بعيد عن التحفيل، احنا بنقعد نحفله مع بعض، بس انا ليا اصحاب كتير هنا مغاربة، فمبروك ليهم. مش جاي اتكلم عن حاجة في ماتش مصر، انا جاي اتكلم بس شوية عن الاعلام المصري، واتكلم عن كابتن حسام حسن شوية. انا عارف ان معظم فيديوهات الفترة الأخيرة كانت بتتكلم عن كابتن حسام اكتر من بتتكلم عن المنتخب، بس عشان الاحداث اللي بتحصل. الاعلام المصري في حاجه غريبه، احنا نخلص من اتحاد الكوره يخش لنا الاعلام. اتحاد الكوره في الاول لما جه في 23 اعتقد، هو جه 23 24 والله ما فاكر، جه في 23 او 24 بعد ما كان كابتن حسام حسن اتعين رسمي من الرئاسه المصريه عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشي الاداره مشي اتحاد الكوره، وجه اتحاد الكوره برئاسه هاني ابو ريده بالتزكي. محدش دخل قصادهم الانتخابات، ودي كانت حاجه غريبه. جم واحنا كلنا عارفين ان في مشاكل ما بين هاني ابو ريده وكابتن حسام حسن. ساعتها الناس كلها قال لك خلاص، شويه وهيمشي، شويه هيمشي، شويه هيمشي. لكن الناس كانت ناسي اللي هو مدعوم من الرئاسه المصريه، فكان من الصعب ان انت تمشي على طول. فقال لك خلاص نلعبوا ماتشات وديه. كان منها ماتش البرازيل، وكان منها ماتشات وكلها اتلغت. كان كابتن حسام حسن بيجيب فرق متوسطه او فرق ضعيفه تقدر تغلبها. نفعتنا في حاجه؟ نفعتنا انها علت ال- الترتيب بتاعك في الرينكينج بتاعك في الفيفا، ترتيبك في الفيفا. وفي نفس الوقت هو كان عارف لو لعب فرق كبيرة دي وخسر هتبقى عندهم حجة يطلعوا بيها بره تدريب منتخب مصر. والراجل كان متمسك اللي هو يلعب كأس العالم، يعني هو اللاعب وصل وهو مدير فني وصل. المهم حطوا له، قالوا لك خلاص لو ما وصلش لغاية قبل نهائي في أفريقيا يروح. رغم إن أنت 19 خارج من دور ال16، 22 خارج من النهائي، بعد خارج من دور ال16، فانت ما وصلتش. النهارده وصلك للتالت والرابع، فما قدروش ياكلوه. بعديها قال لك يلا بقى هاتولي السعودية في اسبانيا، هاتولي بعد كده روسيا في البرازيل، وابتدى يلعب المدارس الكبيرة ليه؟ انه ضمن هو وصل كاس العالم. الناس كلها قال لك خلاص هيوصل كاس العالم يطلع حصالة ويروح. وقال لك اتحاد الكورة لو ما وصلش دور 32 يروح. نتفاجئ قصاد بلجيكا بواحد معلم اسمه حسام حسن قلب الدنيا وخلاك تحس ان الماتش سهل، وتطلع متعادل 1-1 تقول يا ريت ان احنا المفروض كنا نكسب. والكلام ده كله بسبب مين؟ كابتن حسام حسن والجهاز والإدارة والجهاز الفني اللي معاه، و محلل الأداء اللي معاه. طيب، جيت بعد كده حققت أول فوز في تاريخك في تاريخ كأس العالم. الدنيا كده كويسة، وبقى نسمع زغاريت والدنيا حلوة. بس نيجي قبل ماتش مصر وبرازيل، نلاقي واحد اسمه أحمد الطيب طالع على التلفزيون بيهاجم في مصطفى شوبير، وقال لك ممكن يطلع بره تركيزه عشان خاطر الناس بتشتم في ابوه في بورسعيد في ماتش نهائي مش عارف ايه ده، ولا البطوله اللي خدها كابتن عماد النحاس معاه. طيب، هو بيطالب من استبعاده من ماتش بلجيكا. اعتقد بعد ما شاف ماتش بلجيكا هو اتخلص واختفى. بس انا عندي سؤال لاحمد الطيب: لو انت راجل قوي كده روح خد حقك من ابوه اللي رواك قدامنا كلنا. ابوه عمل منك شربات في برنامج مع وائل الباشا الله يرحمه، واداك علقه موت يعني. عاوز تعمل دكار خش على ابوه، انت داخل على الواد. خلي بالك الواد ما ردش عليك عشان مش عشان هو مؤدب والكلام ده، بس لا عشان هو لسه لاعب كوره. بس هو حظه اللي هو بيلعب في النادي الاهلي، وابوه احمد شوبير كابتن النادي الاهلي،
فالجماهير روقتك وانت اختفيت، ويا ريت تفضل مختفي ومش عاوزين نشوفك، وما تشجعش المنتخب يا بيه، المنتخب مش واقف عليك اصلا. انت والفرقه اللي بتقول احنا مش هنشجع منتخب عشان خاطر حسام حسن ومصطفى شوبير عندك مشجعت. احنا فرحانين، اديك شفت الشعب المصري نزل يحتفل ازاي. انت خليك قاعد على جنب انت وامثالك. وعلى فكره مش عشان هو زملكاوي ولا حاجه، بس عشان دي دماغ خرا، اللي ما بيشجعش بلده ده حاجه غريبه بالنسبه لي. نخلص من اخ طيب، نخش على هجاص الكوره المصريه. طالع هو واسلام صادق ولا بلا 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 من قبل البطوله هنطلع حصاله، وحسام حسن ضعيف، وحسام حسن مش عارف ايه. باجي تيجي تتكلم معاه ويقول لك يا عم انا اول واحد بقول حسام حسن يجي، بس خلاص لقيته فاشل. ده بيهبط مش عارف مين ومين ومين. لا يا راجل، وانت اللي واخد البطولات كلها واحنا مش واخدين بالنا؟ ده انت مهبط فرق منزلها درجه ثالثه. انت اللعيبه بتطلع يقول لك كان بيجي يخش بكوبايه الشاي والسيجاره وقاعد بيقول لنا اجري وخلاص. مش هقدر اطلع لك فيديوهات من على اليوتيوب للعيبه اللي انت ضربتها، بس يعني ان احنا عارفين ان انت هجاص واخرك تعتمد على الفشل. مفيش حد بيفضل ناجح طول عمره، واي حد في العالم مفيش حد بيفضل ناجح طول عمره. فانت فكره انت بتمشي على الفشل، فهيجي وقت وهنفشل. فانا صح؟ لا انت مش صح. انت قاعد تقول على كولر فاشل 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 فاشل. كولر اول سنتين 9 بطولات، السنه التالته خايش. لكن كان ليها اسبابها، مش عشان هو فاشل، عشان احنا المشاكل الاداريه اللي حصلت في النادي الاهلي. طيب، طلع النهارده بيتكلم هو واسلام صادق وبيتريقوا على كابتن سمير كمونه في البودكاست اللي عمله مع استاذ ابو معاطي زكي. وبعد كده طلعوا لك من حقنا ننتقد وهم عاوزين يخلصونا. طيب انتقد، ما عنديش مشكله في النقد. اي حد بيشتغل في المجال العام هو عارف ان هو ممكن معرض للنقد. بس انت بتنتقد حسام حسن عليا؟ معلش يعني، هات لي سبب واحد خليك تنتقد فيه. اصل ضايع ماتش بلجيكا وما كسبتوش، مش انت اللي قلت هنطلع حصاله؟ دلوقتي احنا المركز الاول على فكره، بس غالبا عندك النظر ضايع. بتتكلم على تحليل ماتش بلجيكا ومصر، وبتتكلم مفاتيح بلجيكا هو دوكو، ومش عارف كورتوا اللي واقف في الجون ده بيقف حارس مين، مش عارف ده حارس ريال مدريد، مش عارف ده اقوى حارس في العالم. قال لك الكرة اتشاطت فالحارس مع الطويل بتاعهم ما عرفش يصدها. الطويل بتاعهم افضل حارس بالارقام في الكورة، مش عارف اسمه، مش عارف بيلعب فين، جاي تحلل؟ انت على الله حكايتك في التحليل. بلجيكا كلها بالنسبه لك يا دوكو، ما تعرفش في دي بروين بيلعب، ما تعرفش في تروسار بيلعب، ما تعرفش في لوكاكو بره. طب انت مش شايف التحليل، وانت اخرك تحليل محلي، وتحليلك المحلي اصلا يعني حاجه زي الزفت. ما بتقولش حاجه صح. اسكت، اسكت، ادعم، ادعم وانت ساكت. انا بس اللي بطالبه ان انت تسكت. ومش عارف ليه الدوله سايباكوا، سواء انت ولا احمد الطيب ولا اسلام صادق ولا الناس دي اللي طالعه بتهدف في حسام حسن وهو شغال. قال لك ده انت مجرد ما بتحلل امريكا بايظه وكندا بايظه والمكسيك. مين اللي بايظ يا حبيبي؟ غالبا انتوا كلكم محتاجين نظارات. الناس اللي نازله احتفلت وبتنادي على كابتن حسام العميد العميد وكله فرحان. يعني يمكن حضر يلم من نفسه وساكت. احمد حسس لم من نفسه وساكت خلاص، بعد ما خدوا على عينيهم ما عملوا فريق المحليين ده، وخدوا على عينيهم وعرفوا ان هم ما يعرفوش يعملوا حاجه. بعد ما شافوا اداء اسلام عيسى معاهم كان عامل ازاي، ومع كابتن حسام حسن عامل ازاي، اللعيبه طلع لهم مبقى مع حسام حسن. واللي يقول لك كابتن حسام حسن ما عندوش حاجه غير الروح ده كذاب. الشوط التاني كله كان تاكتكس في ماتش نيوزيلندا. انا واحد اهو شغال ده شغلتي، بقول لك الشوط التاني كله تاكتكس. سواء هو او محلل الاداء، ما هو اللي بينافس في الاخر. محلل الاداء مش هيقول له اعمل واحد انت، هو هيمشي بدماغه، لا حسام حسن هيفكر برضه. وفي الاخر ده كله ده تيم واحد، عشان بس الناس اللي طالعه برضه ايه بتقعد تقول لك لا ده محلل الاداء ده حسام ملوش فيها، لا لا هو تيم واحد. فاتمنى ان احنا نسكت. في حلقه بكره هتنزل ان شاء الله عن مصر وايران. هنتكلم فيها على ازاي نقدر نوقف خطوة ايران. الانزا كان عندها خطورة غير عن لاعب او اتنين. ونتكلم احسن لنا نصعد اول ولا تاني ولا تالت، عشان انا شغال تتكلم، بس انا شايف الصعود الاول هو الافضل. انت تالت فريق في افريقيا يصعد بعد المغرب ونيجيريا، انت مصر تصعد في اول المجموعة. شكرا، سلام.